كيفاش بدات احتجاجات جينزي؟ نهار 27 و 28 شتنبر خرج جيل زاد في بزاف ديال المدن المغربيه بحال الرباط، كازا، مراكش، طنجه واكادير، بعد ما كانت الدعوات كتنتشر في تيك توك وانستغرام وباقي وسائل التواصل الاجتماعي. الشباب رفعوا شعارات كتركز على تحسين التعليم، الصحه، محاربه الفساد، ضمان العيش الكريم والعداله الاجتماعيه، مع التاكيد على ان الوقفات غادي تكون اجتماعيه سلميه بلا تدخل اطراف سياسيه. التحركات كانت لا مركزيه وما كانش عندها قياده وحده، لكن كانت منظماها مجموعات شبابيه رقميه، وفعلا خرج منها بزاف ديال الناس في الشوارع باش يعبروا على مطالبهم. لكن السلطات ردت بتشديد امني، دارت حواجز في بلايص التجمعات وفرقت الناس بالقوه في بعض الاماكن، الشيء اللي نتج عليه اعتقالات كثيره. على ما قالت الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان ان اكثر من 70 شخص تعتقلوا بجوج الوقفات في الرباط، لكن لحد الان حتى جهه رسميه ما اكدت او نفت هذا الرقم. المشكل ماشي غير المحتجين اللي تعرضوا للتوقيفات، لكن حتى بعض الصحفيين وصانعي المحتوى اللي كانوا كيغطيو الاحداث، الشيء اللي خلى هذه الوقفات تحول من مجرد احتجاجات شبابيه سلميه لنقاش واسع حول حريه التعبير في المغرب.